اللي غلقوا ما خلصوش، واللي ما يخلصش ما يقعدش في مطار الجزائر. اللي ماشي اللي ما عندوش، نجمو نديرو جدولة فيما، ولكن لما يكون ما عندكش كونطرا وتحوس المدير تاع المطار يسني لك افنون، هذا شيء غير قانوني، وانا نحترم القانون. اذا اللي يكمل الكونطرا تاعه يروباس بار لافي دابيل دوفر، يتفضل ويساهم بالشيء اللي عنده فيما يخص تطوير هذا المطار. اما باش نبقاو كما كانت في السنوات الماضيه كمل الكونترا زيد له افنون زيد له افنون، شفت حتى يعني بعض الناس انسان واحد اللي عنده ربع دكاكين، صبنا حتى باللي الشيء اللي ما كانش مسموح به انه يباع في هذه المحلات اصبح يباع بدون رقابه. نجينا باش نديروا نظام في هذا المطار، ما نخلقوش الفوضى اللي كانت، والفوضى كانت فوضى عارمه، كانت فوضى عارمه على كل مستويات. اذا طلب منا مجهود كبير اننا نعطي يعني تنظيم جديد لهذا المطار في احترام كل انسان، لان المطار هذا ما يفونكسيونيش وحده، حتى مول المحل هو مساهم في تنظيم المطار. اذا نعطوا الفرصه لبعضنا بعض ان نتنظم ونعمل من اجل مطار منظم، مطار دولي حقيقي، موش هو مطار اللي تعم فيه الفوضى.